أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منتدى الصحافة. انتقدت عدة منظمات حقوقية ما سمتها بالقيود التي تفرضها السلطات المغربية على الإعلام المستقل في منطقة الحسيمة بشمال البلاد، ونددت تلك الهيئات باعتقال عدة صحفيين مغاربة أبرزهم حميد المهداوي الذي حكم عليه بالسجن النافذ 3 أشهر وبغرامة مالية قدرها 1800 يورو على خلفية تغطيته للاحتجاجات التي تشهدها المنطقة منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. كما شجبت المنظمات ذاتها إقدام المملكة على ترحيل الصحفيين إسبانيين قسرا إلى بلادهما بعد 3 ساعات فقط من اعتقالهما أثناء مظاهرة في مدينة الحسيمة. ونوهت منظمة مراسلون بلا حدود في بيانات أصدرتها في الآونة الأخيرة إلى أن المغرب تراجع بمرتبتين في التصنيف السنوي الذي تعده بشأن واقع الحريات الإعلامية في العالم، إذ تقهقر إلى المرتبة 33 بعد 100 على قائمة تضم 180 بلدا يشملها التصنيف. ما هي إذن حقيقة هذه القيود ودوافعها وأهدافها؟ ولماذا يحاكم الإعلاميون المغاربة المعنيون بناء على أحكام القانون الجنائي وليس وفقا لمقتضيات قانون الصحافة؟ وهل من أسباب أخرى لتراجع الحريات الصحفية في المغرب؟ وأي دور للنقابات الصحفية في التصدي له؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها أستضيف من تونس عبر سكايب ياسمين كاشا، وهي مديرة مكتب مراسلون بلا حدود بشمال إفريقيا، ومن الرباط عبر الأقمار الاصطناعية حنان رحاب، وهي عضو في المكتب التنفيذي للنقابة المغربية للصحافة، ومعي هنا في الاستوديو الإعلامي هشام المنصوري. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك ياسمين كاشا من تونس. في أحد التقارير الذي نشرته منظمتكم في الآونة الأخيرة هناك تصريح لك أنت شخصيا تقولين فيه إن لدى السلطات المغربية إرادة لمنع التغطية الإعلامية لحراك الريف، وأن هذه الإرادة هي التي تدفع السلطات إلى تحويل المنطقة تدريجيا إلى منطقة يمنع فيها الحق في الإعلام. على ماذا تستندين في إطلاق هذا الحكم؟ المغرب هو في المرتبة 133 للترتيب العالمي لحرية الصحافة، وقد في 2017 وبعد ما صار في الريف قد معناها يزيد هذا الترتيب قد يزيد يمشي للأسفل. السبب في ذلك واللي يسمحني نقول أنه فما اليوم حد وعرقلة من تغطية حرية من تغطية الإعلامية للريف، هو أنه اليوم كي نجيو نشوفوا عندنا 7 صحفيين وصحفيين مواطنين اللي هما في السجن، عندنا 3 صحفيين أجنبيين تم طردهم، ونزيدوا عليها تعليق نشاط قناة فرانس 24 بالعربي في ظرف قصير جدا، بعض الأسابيع. كل هذه الانتهاكات صارت، وهذا اللي يخلينا يجعلنا نقولوا أنه نخافوا أنه منطقة الريف والحسيمة قد تجعل منطقة أين الإعلام وحرية الإعلام وحرية الصحفيين في الإعلام وفي إعطاء المعلومة بالنسبة اللي صار في المنطقة قد معناها يختفي. نعم. أنتم أيضا أشرتم في هذه التقارير إلى أن السلطات أن هناك قصورا وأحيانا قطعا متعمدا لخدمة الإنترنت، وأن ذلك يضر أو يعرقل أداء الصحفيين الموفدين هناك، يضر بأدائهم لمهامهم الصحفية. هل تعتقدون بأن هذه الإجراءات أيضا تهدف إلى تعطيل عمل الصحفيين المستقلين في هذه المنطقة؟ هذه المعلومة اللي قلتها كانت بالنسبة المظاهرة متاع 20 جويلية. المعلومات اللي كانت عندنا هو أنه نعم في اليوم
هذاك كان فيه تعطيل بالنسبة للاستعمال بالنسبة للإنترنت. فاليوم ذاته جعل أنه كثير من الصحفيين ما تمكنوش أنه يعطيوا المعلومة إلى وسائل الإعلام متاعهم. وهذا اللي خلانا نقولوا أنه مش معناها فيه يظهر فيه أنه إرادة لتعطيل نقل المعلومات. وإحنا نعرفوا أنه حتى الصحافة الأجنبية كان لها كثير من الصعوبات، حيث أن تم مساءلتهم كثير من الصحفيين اللي قدموا شهادتهم المراسلون بلا حدود. كان فيه تعطيل، كان فيه معناها صعوبات، وكان فيه مساءلات من طرف الأمن بالنسبة للعمل نتاعهم. وهذا بالنسبة لنا يعتبر كعرقلة. نعم. بالنسبة وحد من حق الصحفيين في الإعلام. نعم. ابقي معنا ياسمين. سأنتقل إلى الرباط، ومعنا من هناك الصحفية حنان رحاب، وهي عضو في المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية. حنان، أهلا بك. أهلا وسهلا. حنان، أنت باعتبارك تتابعين التغطيات الإعلامية من داخل المغرب، هل تشاطرين هذا التقييم الذي تتبناه منظمة مراسلون بلا حدود بأن هنالك إرادة لدى الدولة المغربية لجعل هذه المنطقة خارج التغطية الإعلامية؟ أولا أعتبر على أنه جزء كبير من تقرير منظمة مراسلين بلا حدود هو تقرير مجانب للصواب، وتقرير لا يعكس الحقيقة الأوضاع داخل المنطقة الحسيمة. ثانيا، كل التضامن مع الزملاء والزميلات المعتقلين الصحفيون إثر الاحتجاجات في الحسيمة، واللي العدد ديالهم معروف وليس عددهم يعني غير معروف. العدد ديالهم نعم. سبعة نشطاء يشتغلون في مجال الصحافة الإلكترونية. طبعا كل التضامن الكبير مع الزميل حميد المهداوي مدير موقع بديل أنفو. كل الأسماء التي تم اعتقالها سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية تضامنها وشجبها للطريقة التي تم التعامل بها معهم، بمعنى أنه تنعتبر على أنه الآلية القانونية التي اتبعت في متابعة هؤلاء غير صحيحة وغير سليمة، وأنه كان الأجدر متابعتهم وفق قانون النشر والصحافة. بناء على هذه، ولكن إن سمحت لي لا تقاطعني ما دمت لم تقاطع السيدة التي سبقتني. لا، ولكن فقط كنت أريد أن أستوضح في هذه النقطة. وهنا أميز ما بين جوج الملفات، ما بين ملفين: ملف الزميل حميد المهداوي، هو زميلنا مدير موقع بديل أنفو حاصل على بطاقة مهنية، وملف باقي النشطاء الإعلاميون الست المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بمنطقة الحسيمة. التقرير الذي أعدته النقابة الوطنية للصحافة المغربية واضح في هذا الاتجاه. هو تقرير يرفض ثقل التهم الموجهة لهؤلاء الزملاء، يرفض عدم التعامل معهم وفق قانون الصحافة والنشر، وأيضا يرفض أن يتم عرقلة العمل ديال الصحفيين بشكل مهني. نعم. الحديث عن إيقاف أنشطة فرانس 24 من المغرب هو حديث غير صحيح. الدليل على أننا اليوم نتحدث من المغرب ومن خلال قناة فرانس 24. لا، ولكن لا نريد التركيز على فرانس 24. لا، اسمح لي أن أكمل. إن سمحت لي أن أكمل. بعض الأيام فرانس 24 بالعربي ما كانتش في إمكانية أنه تعطي المعلومات من مباشرة من الرباط، واحنا فرحانين انه الان معناها الوضعيه تم تسويتها. نعم، ولكن ايضا ياسمين، عفوا السيده ياسمين نعم. الفرق بيني وبينكم على انني انا متطوعه داخل النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، اشتغل مع زملائي وزميلاتي على ملفات حريه التعبير انطلاقا من انتمائي لمنظمه وطنيه تعرف جيدا قوانين بلادها وتعرف جيدا ما هو المطلوب. نعم. أنتم تشتغلون داخل منظمة مديرة مكتب بأجر، وهناك الفرق. هذا هو الفرق بيني وبينك. نعم، ولكن سمحت لي أن تضمن لي
لا إن سمحت لي سيد لك معناها إذا يمكن ما نشخصوش معناها لا إذا لا اسمح لي إن كان الطريقة يمكن أن تضمن لي احنا باش نحكيو نعم عفوا حنان من فضلك على النقابة أنها تحليلها خاطئ أو صحيح. نعم كل واحد عنده الرأي. بالتأكيد هناك احترام لكل العمل الذي تقوم به كل المنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، ولكن فقط دعيني ياسمين أريد أن أسأل عفوا حنان أن تعطيني حقي الكامل في النقاش. تفضلي حنان. ليس هناك توتر، إما أن تعطيني حقي كاملا في النقاش. تفضلي ولكن فرانس 24 اعتذرت على خطأ ارتكبته. فرانس 24 اعتذرت على خطأ ارتكبته. نحن لا نناقش قضية فرانس 24، نحن نناقش قضية نشطاء إعلامي في الإعلام الإلكتروني الآن هم رهن الاعتقال. علينا أن نساعدهم من أجل فك اعتقالهم، وعلينا أن نساهم جميعا انطلاقا من أدوارنا كنقابة على أن نضمن لهم الآن محاكمة عادلة، وأن تكيف أي تهم توجه لهم بناء على قانون النشر والصحافة. نعم على ضوء هذه النقطة عفوا ياسمين سأعود إليك ياسمين كاشا سأعود إليك ياسمين كاشا ياسمين عفوا ياسمين أن الحديث المواطنين تعتبر أيضا أن التتبعات على أساس القانون الجنائي هي تتبعات معناها تؤدي إلى عقوبات. هل يمكن أن أكمل مداخلتي؟ نعم سأعود إليك حنان، ولكن دعيني أن قانون الصحافة وهما كانوا يعملوا بعمل صحفي. قانون الصحافة هو اليوم بعد أن تم التبنيه في 2016، اليوم قانون الصحافة في المغرب خالي من عقوبات سالبة للحرية ومن عقوبة السجن. إذا نطلب أن يتم إطلاق سراح الصحفيين، أو حتى إذا فما تتبعات. نحن نطلب حنان مساعدة طبية. سيدة حنان أنه يكون في مساعدة طبية خاصة بالنسبة لربيع الأبلق، هو في إضرار من الطعام. ربيع الأبلق وحميد المهداوي اللي هما في وضعية ربيع الأبلق محتاجة إلى تحليل معلوماتك. ربيع الأبلق علق إضرابه عن الطعام، ووضعية ربيع الأبلق نتابعها بشكل واضح ويومي، لأننا نحن مناضلون ليس في الصحافة فقط، نحن مناضلون بشكل يومي في الشارع المغربي، وسنعرف القضايا الوطنية بشكل جيد. ولا نأخذ أجرا عن أي دفاع عن حقوق مشروعة. الحق في التعبير حق المشروع، الحق في ممارسة الإعلام حق مشروع. نعم. فقط أريد أن أؤكد على أمر. سأعود إليك. تم الحديث على قضيتين سأعود إليك حنان. من أجانب. لا فعليا نوضح قضية الصحفيين الأجانب. نعم. هناك مساطر قانونية عليها أن تحترم، ونحن جميعا أبناء قانون علينا أن نحترمها. نعم. سهل أن نعد تقارير من داخل المكاتب مكيفة، ولكن صعب على أن نمارس العمل بشكل يومي وبشكل واضح في الدفاع عن الصحفيين وعن الصحفيات بشكل واضح. إذا ما هو موقف النقابة بشأن الصحفيين الأجانب الذين تم طردهم من المغرب؟ شوف، احترام القانون أساسي ومهم، والحق الحق في تغطية كل ما يحدث في المغرب حق المكفول للجميع مع احترام القانون. نحن مع حرية التعبير، مع حرية الإعلام، مع حرية التنقل وفق القوانين التي تنظمها بلادنا والتي نتفق عليها. يعني بمعنى أنكم تتفهمون الخطوات التي قامت بها السلطات في هذا الشأن؟ أنا لا أقول أننا أتفهم، أنا أقول على أنه لا يمكن أن تتسلل إلى بلد لتقوم بتغطية نشاط معين دون أن تلتزم بقوانين البلد التي تذهب إليه. أقولها بشكل واضح وصريح. اعتقال الزملاء الصحفيين خطأ. متابعة في إطار القانون الجنائي خطأ، ولكن احترام قانون بلادنا اللي هو المغرب ضروري بالنسبة للجميع. اتضحت الفكرة. أعود هنا إلى الاستوديو ومعي الصحفي هشام المنصوري. هشام، استمعنا إلى مواقف من قبل النقابة. أنت تسمعني هشام؟ جيد. إذن استمعنا إلى موقف مراسلون بلا حدود التي شجبت
المواقف التي اتخذتها السلطات المغربية، سواء كان ذلك باعتقال الصحفيين مغاربة والحكم على أحدهم بالسجن النافذ، أو كذلك الموقف الذي اتخذته أو القرار الذي اتخذته بالأحرى بطرد صحفيين إسبانيين. كان هنالك موقف من النقابة الوطنية للصحافة الذي عبرت عنه السيدة حنان رحاب، وهي عضو في مكتب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يقول بأنها تتضامن مع الصحفيين المغاربة الذين تم اعتقالهم، وترفض كذلك محاكمتهم بناء على مقتضيات القانون الجنائي وليس أحكام قانون الصحافة. أنت كصحفي مغربي طالب للجوء في فرنسا، ما هو موقفك من هذه القضايا؟ أشير إلى أنني ذكرت لك ما قالته الضيفتان لأنك لم تتمكن من الاستماع إليه جيدا على ما يبدو. أولا نحن إزاء صورة قاتمة جدا. هي أولا منذ ما يقارب السنتين نشهد طرد أبرز المنظمات الحقوقية والمدافعة عن حرية الصحافة في المغرب، يا إما عبر إقفال مكاتبها أو رفض أو طرد ممثليها. أخص بالذكر هيومان رايتس ووتش، مراسلون بلا حدود، أمنيستي، محامون بلا حدود، وأيضا فريدريش نومان فور فريدوم التي اشتغلت معها وتم طرد ممثلتها، ثم أيضا فري بريس أنليميتد. إذن الصورة واضحة ولا يمكن إخفاء الشمس بالغربال. الآن على المستوى الميكرو إذا دققنا في ما حصل مؤخرا هو استهداف لقلب الحراك، لأن الحراك تم تغطيته أو متابعته خصوصا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المحلية التي اشتغلت بقرب وبمهنية، بالرغم ما يمكن أن الانتقادات طبعا يمكن أن ننتقد بعض التفاصيل، لكن بالمقارنة مع المقاربة أو التغطية الرسمية مثلا أمامي عدة صحف بعضها مقرب جدا من السلطة مثل لو 360 الذي يقف وراءه منير الماجدي المستشار الخاص للملك. نعم. فعند انتحار بائع السمك عندما قتل بائع السمك تم الحديث عن الانتحار في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. جريدة الصباح لاحقا تابعت أو تبنت الرواية الرسمية الأولى بكون هناك علاقة بين معتقلي الحسيمة. سأعود إليك هشام، ولكن سنتوقف الآن. سأعود إليك لإكمال إجابتك وعرضك، لكن سنتوقف الآن لمتابعة موجز لأهم وآخر الأنباء على أن نستأنف بعده هذا البرنامج مباشرة. ابقوا معنا.